كلمة مصر معناها مليون كيلو متر مربع، 238 مليون فدان، 3500 كيلو متر بحر أبيض وبحر أحمر، 1100 كيلو متر نهر النيل، 450 كيلو متر أذرع نهر النيل، 162 كيلو متر قناة السويس، 11 بحيرة طبيعية، أكبر بحيرة صناعية بحيرة السد العالي 500,000 فدان. الدولة الثالثة على مستوى العالم في الثروة المحجرية. دولة في سيناء فيها مطارين مش موجودين، زي الكعبة المشرفة موجودة في مكة وقبر الرسول الكريم في المدينة. انت عندك هنا حاجتين مش موجودين في دول العالم كلها، مطار خروج اليهود ومطار العائلة المقدسة ستنا مريم والسيد المسيح عليه الصلاة والسلام موجودين عند حضرتك. عند حضرتك تلت آثار العالم اللي موجودة في مدينة واحدة حضرتك اسمها الأقصر. عند حضرتك 60% من دول العالم بتعدي على ناصية عندنا كده اسمها بورسعيد. عند حضرتك 22% من حاويات العالم بتعدي في حته عندنا كده اسمها قناة السويس. عند حضرتك دولة أقدم 3 دول في العالم، مصر والصين واليونان. عند حضرتك دولتين في العالم منذ بدء الخليقة حتى الآن لم يتم تغيير الحدود بتاعتهم، مصر والصين. انت مش عارف تدير. عند حضرتك 85 مليون مواطن جوه و10 11 مليون مواطن بره. البدلاوي بالفتره الزمنيه دي اقول لحضرتك دي عشان ما نتجناش. لا هقول لحضرتك عشان ما نتجناش عليه. عند حضرتك 85 مليون مواطن جوه، مش كده؟ منهم 48% منهم في سن الشباب والعمل، اللي هو من سن ال 18 ل 55 سنه. دول الاتحاد الاوروبي جت سنه 2001 ال 12 دوله قالوا انضموا 15 علينا. ليه؟ عشان عيونهم خضراء؟ لا، لان كان السياسه اللي كان بيتبعها في تحديد النفس خلال الاربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي افرزت على ان مرحله الشباب اللي هو الوقود بتاع العمل مش موجود عنده، اضطر يجيب الناس الثانيه دول. تمام؟ انت عند حضرتك ده كونك مش عارف تديره دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا. انت مش عارف تدير هذه الموارد، كونك مش عارف تديره دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا. انت مش عارف تدير هذه الموارد.